يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة والجلال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة والجلال: عبدي هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فأول ذلك أخرجتكم من العدم إلى الوجود وأنشأت لكم الجود وجعلت لكم الأسماع فأسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول ففهمتم وأشهدتكم علي بوحدانيتي فعند الإقرار أنكرتم. عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك في باطنها ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولكن أجلتك إلى أجل أجلته وإلى وقت أقدته حتى إذا أيقنت بالبواري وعلمت أنك من أهل النار لا محالة منحتك غفراني وأوليتك رضواني وقلت لك لا تخف ولا تحزن فمن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تركت فيكم واعظان: واعظ ناطق وواعظ صامت. أما الواعظ الناطق فهو كلام رب العالمين، وأما الواعظ الصامت وهو الموت. وهنا قال القائل: الموت كأس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله. يا ليت علمي بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم وإن عملت بما يرضي الإله. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار، إما إلى جنة عدن وإما إلى نار. وهنا قال القائل: كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل صحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فقل له يا نخل من الذي شق نواك. وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فقل له يا ثعبان كيف تعيش وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت اللبن المصفى من بين فرس ودم فقل له يا لبن من الذي صفاك. وإذا رأيت الطفل ينزل باكيا فقل له يا طفل من الذي أبكاك. وإذا رأيت الأعمى يصير بين الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك. سيقول لك الله، سيقول لك الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وكما بدأنا نختتم وختاما لهذه الليلة القرآنية العطرة التي نكرم فيها فقيد عموم عائلات أبو دسوقي المرحوم الحاج عبد الله دسوقي عبد العال
أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يجافي الأرض تحت جنبيه، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته، وأن ينزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه الصيام، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه في قبره، وأن يشفع فيه مرضه، وأن يشفع فيه أولاده، وأن يجعل هذه الآيات تتقاطر عليه في قبره بردا وسلاما، آمين يا رب العالمين. آيات بينات يقول فيها الحق جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الشهير، فخر قراء جمهورية مصر العربية وسفير مصر لدول العالم، تميز بجمال صوته وروعة آدائه أحكاما وتلاوة وتجويدا، فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الفتاح المأذون، قارئ القرآن الكريم وعضو النقابة العامة للقراء والقارئ بالقنوات الفضائية والمقيم بقصاصين الشر، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 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 هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
هو الله هو المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لغمومنا وذهابا لأحزاننا وأغمامنا. يا رب لا
تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا ووفقته ونجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء، ارفع عنا الغلاء. احفظ يا رب بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين، انصرهم نصرا عزيزا يا قوي يا متين، يا من تقول للشيء كن فيكون، ليس لهم إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم المتوفى، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا كريم. جاء إليك وأنت الكريم، جاء إليك وأنت الرحيم، فلا تعذبه يا كريم يا رحيم. اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اجعل عن يمينه نورا وعن يساره نورا، ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا، ومن فوقه نورا ومن تحته نورا، واجعله في قبره نورا يا أرحم الراحمين. شفع فيه الصيام والقيام والصلاة والزكاة والقرآن، وشفع فيه وفينا خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه يصل إلى روح سيدنا محمد وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وإلى مشايخنا الكرام، إلى روح المتوفى بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة ختما لهذه الليلة القرآنية المباركة.
تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الشهير قارئ مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الفتاح المأذون قارئ القرآن الكريم وعضو النقابة العامة للقراء وسفير مصر لدول العالم والمقيم بالقنوات الفضائية والمقيم بقصاصين الشر. كبرى الشركات العالمية للصوتيات إدارة عميد الصوتيات الحاج عبد الرحمن ابن المأذون، إدارة الباش مهندس إسلام عبد الرحمن المأذون، المنسق العام للحفلات الدينية والمقيم بقصاصين الشر مركز الحسينية شرقية. شاكرين وحدة الهوائي والتصوير والبث المباشر إدارة الباش مهندس حسن عثمان المقيم بصالحية القديمة. من داخل قصر الضيافة المتنقل فراشة وإنارة المعلم صلاح الرشاش المقيم بالأخيوة. شاكرين لواجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة مجموعة بوفات أولاد أبو عامر، إدارة المتر أحمد عامر وعمرو أحمد عامر المقيمين بالأخيوة. وكان معكم الشيخ صلاح أحمد هلال إمام وخطيب بأوقاف الحسينية والمقيم بقرية النيم بحر البقر. عموم عائلات أبو دسوقي يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبهم وشاركهم العزاء في فقيدهم المرحوم الحاج عبد الله دسوقي عبد العال، كما يتقدم الأستاذ محمد عبد الله دسوقي والأستاذ حسن عبد الله دسوقي والباش مهندس سعيد عبد الله دسوقي بالشكر والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبهم وشاركهم العزاء في فقيدهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام، لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، وإنا لله وإنا إليه راجعون.